عزلت في مكان او بقيت في مكان مفهوش ارضي ولا فيه تليفونات ومحتاج راوتر، يبقى اكيد الاورنج هوم 4 جي اكيد هو حل مثالي بالنسبه لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يوسف عصام. الراوتر الهوم 4 جي او الراوتر الهوائي ده بيبقى راوتر من غير خط او من غير ارضي، عشان المناطق اللي هي ما فيهاش ارضي او ما فيهاش الحاجات دي. انت عايز نت، مش عايز تشتغل بقى على باقات على التليفون، لان طبعا باقات التليفون مختلفه خالص عن باقات بتاعه الراوتر وبيحاسبك بشكل مختلف وبسعر معين تاني. اما ده راوتر فانت بتاخد باقات بتاعه الراوتر بحجم الجيجات اللي بيديها لك الراوتر، وفي نفس الوقت بسرعه ال4 جي اللي هي بتاعه الشريحه. معانا النهارده الراوتر الاورنج هوم 4 جي، هحكي لكم التجربه بتاعتي، وهل انت ممكن فعلا لو هتجيب راوتر هوائي تجيب اورنج ولا تجيب فودافون مثلا او من اتصالات او تشوف شركات تانية. وده اللي هنعرفه برضه. اول حاجه كده من البدايه خالص، انت بتشوف المنطقه اللي انت فيها الشبكه بتاعتها عامله ازاي. يعني كل منطقه مختلفه عن التانية، ممكن تبقى في منطقه اورنج فيها قويه، منطقه تانية فودافون فيها قويه، فانت بتشوف المنطقه بتاعتك والشقه بتاعتك انهي شبكه فيهم اقوى. بتشوف بقى، بتجرب على شريحه تليفون مثلا، معاك شريحتين، حد من اهلك معاه شريحه تانية مثلا من شركه تانية، فانت بتجرب كله، بتجرب كمان على كذا مكان في بيتك، عشان ممكن يكون مثلا المكان ده بيوصل قليل، فعندك مكان تاني مثلا في البيت برضو بيوصل اعلى، فانت بتشوف بقى وبتقعد تقارن وتوصل لاعلى شبكه. انت بتشوف المكان اللي انت قاعد فيه وبتقيس بقى السرعه، وعلى اساسها انت بتختار الشركه، هل هي اورنج، هل هي فودافون، هل هي اتصالات. لازم بس نعرف ان انت ايا كان انت هتختار اي شركه من الثلاثه دولت اصلا، فانت هتاخد تجربه كويسه. لان في شركات تانية، شركات مش معروفة قوي وتحت السلم، فهي ما بتقدمش حاجة كويسة خالص وهتقرفك في سرعة النت وبتاع، بس هتبقى بسعر رخيص. لان برضو هنقول النقطة دي، وهو ان الكلام ده سعره غالي قوي يعني بالنسبة للراوتر العادي، وبالنسبة للباقات كمان العادية اللي هي بتاخدها في الراوتر مثلا زي مع وي او كده، فانت بتدفع اكتر بكتير. لكن زي ما قلت لك انت بتاخد سرعة ال4 جي اللي هي ممكن او غالبا هتبقى اسرع من الراوتر الوي اصلا، اللي هو مثلا هتبقى ممكن بيوصل عندك ل 2 ميجا في الثانية، 4 ميجا في الثانية. انت هنا معاك 4 جي، عندي مثلا في المكان اللي قاعد فيه البيج بتاعه اعلى حاجة خالص بيوصل ل 10 ميجا في الثانية، ودي حاجة انا ما خدتهاش مع وي. لكن زي ما قلت لك ان الاسعار هتزعلنا من بعض شوية. اول حاجة نبدأ بالراوتر اصلا من اورنج، وبقية الشركات تقريبا بيبقى السعر قريب جدا يعني. لكن انا هتكلم هنا على الاورنج عشان ده الراوتر اللي معايا. سعر الراوتر هو 1000 جنيه، الراوتر اللي هو الهوم 4 جي العادي. في بقى راوتر تاني وهو ده اصلا اللي معايا، وهو حاجه اسمه راوتر هوم 4 جي برضو بس فائق السرعه، يعني بيوصل لسرعات اعلى شويه، ده ب 1600 جنيه. وده انا جبته عشان اصلا الراوتر التاني ما كانش متوفر، وانا كنت مستعجل وكنت محتاج الراوتر، فهو ما كانش فيه غير ده، فاضطريت ان انا اجيبه. بس هو عامه انت مش هتستفاد اي حاجه، يعني هو بيوصل لسرعات اعلى بكتير من التاني، بس انت مش هتستفاد منها اصلا. لكن حتى عن الراوتر التاني ان هو سعره 1000 جنيه، انت مع وي انت بتاخد غالبا الراوتر هديه، ولو ما خدتوش هديه فهو ما بيبقاش غالي اصلا خالص. فدي اول حاجه، سعر الراوتر نفسه. نبدا بقى نخش على الباقات. انت واحد مستخدم، طبعا انا مش هكلمك على اللي هي ال 40 جيجا وال 70 جيجا، عشان ما اظنش ان في حد ممكن يستخدم الباقات القليله قوي دي او الصغيره قوي دي. فاحنا هنبدا من اللي هي 140 جيجا، اظن دي اقل حاجه. الباقه اللي بتديك 140 جيجا، طبعا انت تقدر تخش على الويب سايت وتشوف اكتر، وانا هسيب لك لينك الويب سايت بتاع اورنج تحت برضو في الديسكريبشن، عشان لو عايز تخش تشوف اسهل وبسرعه. فكل الكلام ده تقدر تشوفه بالتفصيل اكتر من على الويب سايت، والويب سايت شكله كويس يعني تعرف تفهم كل حاجة وبشكل بسيط جدا. فهنبدأ بأول باقة واللي هي بتديك 140 جيجا، ودي سعرها 310 جنيه. انت ممكن تستغرب ان السعر عالي سنة، بس مش قوي، لكن عالي سنة. احب اقول لك ان كل الاسعار اللي موجودة على الويب سايت دي هي من غير الضريبة، وانا يعني اتعكيت في الموضوع ده في الاول، وكنت فاكرها ان خلاص هو ده السعر اللي هيدفع، بس لا، كل الكلام ده من غير ضريبة زي وي بالظبط. بس وي عشان السعر بيبقى قليل شوية فانت قشطة تمام. لكن هنا مثلا دي ب 310 بعد الضريبة، لما تروح بقى تدفع وتشترك هتدفع حوالي 450 ل 460 جنيه على ال 140 جيجا، اللي هو انت اصلا بتاخدها مع وي في الارضي العادي بتاخدها ب 150 200 جنيه 170 جنيه حاجه كده. فانت هنا هتدفع في الاخر حوالي 450 جنيه. طيب ممكن مثلا الباقه
الاعلى شويه اللي هي 240 جيجا، هنا مفيش 250، 240 جيجا. وبرضو دي اظن اللي هي اصلا الاغلبيه والناس كتيره بتاخد الحجم ده يعني، وبتشوف ان هو مناسب او يا دوبك. فاحب اقول لك ان الباقه دي سعرها اصلا 480 من غير على الويب سايت من غير الضريبه برضو، وبعد الضريبه بيوصل لسعرها حوالي 700 جنيه. فطبعا مش عايز اقول لك انت عشان تاخد 250 جيجا في وي هتدفع كام؟ هتدفع حوالي 250 300 جنيه، هنا بتدفع 700 جنيه. فلا الاسعار عاليه قوي بصراحه. بس زي ما قلت لك انت ما عندكش خيار تاني، يعني اظن ان انت لو انت في مكان زي ما احنا قلنا ما فيهوش ارضي وما فيهوش تليفونات، فانت صعب ان انت تعيش مع الباقات اللي هي بتاعت التليفون على شريحتك، حاجه صعبه خالص. فزي ما قلت لك هتلجأ للشركات اللي هي تعبانه، لا هتتعذب جامد، مش تاخد اسرع نت وكل شويه يقعد يفصل، وشركه مش معروفه. لكن الشركات دي شركات كويسه بتقدم خدمه كويسه، بس زي ما قلنا السعر عالي شويه. فانت غالبا بقى ممكن مثلا تختار اللي هي 140 جيجا وتحاول انت بقى تظبط الدنيا. بس وانت على الويب سايت اتاكد من حاجه، عشان دي تقريبا مش موجوده غير في اورنج بس، يعني لو في فودافون مثلا او اتصالات او ايا كان الشركه تانية اظن ما فيهاش الموضوع ده او بيبقى فيه اوبشنز. لكن عند اورنج كان الموضوع في الاول على الويب سايت غريب شويه، وهو حوار ان في باقات بتبقى تتقسم لنصين، 12 ساعة و12 ساعة، يعني 12 الصبح و12 بالليل. فانت مثلا افتراض ان انت 240 جيجا، فانت تاخد 120 جيجا من 12 الصبح ل 12 بالليل. لو انت خلصتهم بس خلاص هتيجي تفتح في الوقت ده مش هتلاقي، هيبقى عندك بقى لما تعدي الساعة 12 التانية ال 120 جيجا التانية. فطبعا الموضوع اظن ان هو مش مناسب ومش عملي ومش حلو خالص لأغلبية الناس. فاتاكد ان كل الباقات دي اليوم كله هتلاقيها مكتوب في الويب سايت استخدام اليوم كله. طيب نتكلم بقى على حاجه مهمه، وهي طبعا تجربه الاستخدام. اما استخدمته بقى لي فتره، بقى لي كذا شهر اصلا مستخدمه، في موضوع السرعه هل فعلا هو بيديك سرعه كويسه؟ بيفصل ولا لا؟ الكلام ده كله طبعا هو بيديك سرعه زي ما قلنا اعلى من اللي انا كنت باخدها مع وي، وفعلا بتوصل ل 4 و5 ميجا في الثانيه، ودي حاجه انا ما كنتش باخدها. لكن زي ما قلت لك من شويه ان البيك بتاعه 10 ميجا، انت عمرك ما هتاخد ال 10 ميجا، انا بقول لك البيك بتاعه. وبرضه هسيب لكم هنا سكرين شوتس انا واخدها لسبيد تيست للسرعه، برضه هبينها لكم عشان تبقوا متابعين في الصوره معايا. البيك بتاعه زي ما قلنا بيوصل ل 9 و10 ميجا في الثانيه، لكن انت في الواقع لما بتيجي تنزل حاجه، لما بتيجي تعمل اي حاجه او تعمل شغل عليه جامد، فاعلى حاجه بيوصل لها من 4 ل 5 ميجا، صعب حتى ان هو يوصل ل 6 ميجا. ولكن دي بالنسبه لي سرعه برضه ستيل اعلى من وي او اللي كنت باخدها مع وي في الارض، فهي سرعه مش وحشه، وبرضه ما اظنش ان هي هتضايق حد قوي. طيب موضوع بقى بيفصل ولا لا، لازم تبقى عارف ان انت برضه لو تقلت عليه شويه. انا عارف ان الراوتر وي كان برضه بيفصل لناس كتيره، ناس وناس يعني، بس في ناس كان بيفصل معاها كتير وكذا مره في اليوم. فده انت لو استخدمت عادي اللي هو 2 3 4 مستخدمينه مستريح مش هيفصل. بس انا في الاول اول ما ركبته كان الاستخدام جامد جدا، وكان متقل عليه وكذا فرد في العيله وكذا شخص، فكان بيفصل حوالي ساعات من 3 ل 4 مرات في اليوم، وساعات بيفصل فتره طويله والاقيه ما يرجعش، فاروح جاي مرستره او قافله وفتحه. فالموضوع كان فعلا رخم شويه في الاول، بس لما هدينا عليه شويه وبقينا نستخدمه عادي، ولكن مش يعني مش ال 12 ساعه في ال 12 ساعه اللي احنا صاحيينهم 5 افراد مثلا ولا حاجه، لا يعني اقل من كده شويه استخدام طبيعي. لا ما بقاش يفصل تقريبا خالص، او لو فصل ممكن مره في اليوم ولا حاجه. طيب في الاخر بقى الحبشتكنات كده، مثلا حجم الراوتر، شكل الراوتر، طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين في الفيديوهات اللي قدامكم هو شكله تقريبا احسن من راوتر وي اكيد، ورفيع وشكله شيك كده وسيمبل ومش عارف ايه، فقشطه كل الكلام ده حلو. ولكن تجربتي بقى النهائيه زي ما قلت لك هي مش احسن حاجه، يعني مش زي ما انا كنت فاكر قوي. ولكن زي ما قلت لك ان انت خلاص انت مضطر، ودي من احسن التجارب اللي انت ممكن تاخدها كمان. يعني انت ممكن، انا ما جربتش فودافون ما جربتش اتصالات، ممكن تلاقيهم بيفصلوا اكتر. وعلى فكره في هواوي وفي شركات تانية انت ممكن تروح لها برضو، انا ما جربتهاش، بس انا بكلمك على اورنج ده. فانت بتاخد سرعه كويسه ولكن زي ما قلت لك انت بتدفع سعر كبير، سعر كبير قوي بالنسبه الراوترات التانية، وممكن يكون سعر مش مناسب لناس كتيرة. بس انا بصراحة لا غنى عن الراوتر ولا غنى عن الباقات بتاعة الراوتر كحجم الكوتا او حجم الجيجات اللي بديها لك، انا محتاج ده جدا.
فخلاص اضطريت اتعامل، واضطريت اننا لازم ندفع المبلغ ده حتى لو هو كان ضعف المبلغ اللي كنا بندفعه قبل كده. وطبعا تقدر بقى تشوف استخدامك، وتقدر تشحن وتدفع كل الكلام ده، وتجدد الباقه والكلام ده كله، وتغير كمان نظام الباقه. كل الكلام ده من الابليكيشن بتاع اورنج، ماي اورنج. هسيبه لكم برده في اللينك تحت في الديسكريبشن عشان لو عايز تنزله على طول. وبس كده، هي دي كانت كل حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وبس كده، سلام.